السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ آسيا. اليوم جبت لكم وصفة مربى الجزر والمندرين. مربى المندرين والجزر هذه سمحوا لي. مربى صدقيني بنينة بزاف، وفي نفس الوقت تعطي لك كمية لا بأس بها. يعني المربى هذه سهلة، مش راح تاخد معك مقادير كتيرة ولا تاخد معك وقت. يعني الجزر احنا في موسم الجزر الشتاء، راه الجزر ما شاء الله في نفس الوقت راه حلو، وفي نفس الوقت ما راح تعطي لك بنة الجزر خلاص. يعني حتى طيبيها وتشوفي ما تحسيش بانك حاطه فيها الجزر، حتى في الشكل تاعها مش راح يبان لك الجزر. نبداو على بركة الله، بسم الله. هنايا عندي كيلو نتاع مندرين، كيلو نتاع مندرين. هنا راني غسلته، راح نقشره ونقلع منه الزريعه نتاعو. وهنايا عندي نص كيلو نتاع جزر، نص كيلو تاع جزر نقيته غسلته نقطعه وراح نحطه يطيب. نديره في الماء ونحطه في الكاسرونه ولا في طاجين تخليه يطيب. بعد ما يدخل لها الطياب تصفيه وتجيبيه تحطيه في بلونديف، تحطي اللي معاه الجزر وتحطي معاه المندرين. شوفي هذا هو المندرين، تحطيه معاه. تكوني نقيتيه وقلتي له الزريعه نتاعو، لازم تقلي له البذر نتاعه، تقلي له الزريعه نتاعه. الدول العربيه يقولها البذر، لازم تقلي له الزريعه نتاعو باش ما يعطيلكش مراره. وهنايا تضيفي له اضرو نتاع، عفوا تضيفي له نص كاس تاع ماء. ما تضيفيش، انا ضفت كاس، لا ضيفي نص كاس تاع ماء باش ما ياخدش معاك الوقت في الطياب. نص كاس تاع ماء. بعد ما نصفيه، بعد ما عفوا نحطه في بلونديف، نحط الكيلو نتاع البرتقال نتاع المندرين، ونضيف له النص نتاع الجزر اللي كنا طيبناه وصفيناه، نقطعوه قطع مدوره ولا كيما تقطعيه وصفيه. ونضيف له نص كاس نتاع ماء، نص كاس تاع ماء. الكاس اللي يوزن 250، نص كاس تاع ماء. من بعد تصفيه، تجيبي مصفى كما قلت لك وتصفيه. لازم تصفيه، ما ديريش بالقشر نتاعه، لازم تصفيه. بعد ما نقيناه قلعنا له الزريعه، لازم تقلعي له الزريعه باش ما تعطيلكش مراره. انا نقول لك تبع معايا الفيديو الاخر، تبع معايا الفيديو الاخر باش تشوفي كيفاش يجي معاك. لازم تقلعي، تركزي واش راني نقول لك، تقلعي له الزريعه نتاعو باش ما تعطيلكش مراره. شوفي ها هو اللي رغم احنا كنا مقشرينه، شوفي القشر تاعه الداخلاني كيفاش ها هو. صدقيني ما راح تجي فيه خلاص ريحه المربى. نضيف له هنايا، عفوا ريحه الجزر. نضيف له هنايا انا عندي الليمون، حاطه في المجمد 4 مكعبات نتاع ليمون. تضيفي له نص كاس نتاع ليمون اللي هو القارص، نص كاس تاع ليمون. ضيفي له نص كاس تاع ليمون. اللي كان عندك في المجمد تحطي 4 مكعبات. هنا تضيفي له نص كيلو نتاع سكر. يعني شوفي كيما نقولوا كيلو نتاع مندرين ونص كيلو تاع جزر، ضيفي له نص كيلو نتاع السكر. انا ما نبغيش يجيني حلو بزاف، يعني ما نبغيش يجيني مسكر بزاف، ويجيني السكر تاعه متوسط، يعني الحلاوه نتاعو فوق متوسطه نجمي تاكليه. شوفي ها هو بعد ما صفيته، يعني ما تخافيش، ما تقوليش راح نصفيه هود لي غير الماء. شوفي ها هو قدامك، صفيته قدامك. شوفي ها هو قدامك، تحطيه في النار. بعد ما يبدا يغلي تنقصي النار وتخليه يطيب على مهله. تحطيه في طاجين ولا كسرونه ولا قدره اللي عندك تكون ثقيله، وتحطيه على النار. ها هو بعد ما خليته، شوفي كيتقال. كل ما هو يغلي ديك الرغوه اللي تطلع تقليها، كل ما يكون يغلي لك اي تطلع لك واحد الرغوه تقليها باش ما تضيعلكش المربى نتاعك ويقعد معاك مليح. يعني ماشي راح يضيع معاك حتى كون تخليه شهر شهرين. تجيبي بقال ثاني تعقميه، تغليه في الماء والخل وتخليه ينشف بلا ما تمسحيه بالسربيته. تجيبي بابي تاع المطبخ وتمسحيه به. شوفي ها ما قدامكم، هذا كيلو. شوفوا شحال دار لي، كيلو مندرين مع نص كيلو تاع جزر. ودروك احنا في موسم، يعني موسم في المندرين والبرتقال، يعني فرصة ان احنا نشري المندرين ونديرها ونقدروا نخزنوها، بدل ما تروحي توفري شوية مصروف في البيت، تروحي تجيبي بقال تاع المربى ديري في البيت. يعني هاي كيلو مندرين نص جزر درت لي ما شاء الله جوج تاع الباقي تاع كل بقال مش عارفة يوزن 300 وشي حاجة ولا 400 وشي حاجة، ما نكذبش عليكم ما وزنتش. المهم ها هو قدامكم النتيجة. يعني حتوفري على المصروف
في البيت، في نفس الوقت هي فايدة ليك، حاجة نظيفة وكامل درتها بيدك، في نفس الوقت راح حتى لو كانت تبغي تخزنيه يقعد معاك. يعني هو واش تعقمي البقال وتجيبي ورق المطبخ، ورق الطهي، لكن بغيتي ياخد معاك مدة طويلة كبيرة بزاف حتى العام، تجيبي ورق الطهي وتحط كي تجي تحطي الغطاء نتاع البقال تحطي ورق الطهي باش ما يدخلهاش الهواء. يعني هذه تجربتي انا نديرها في بزاف حوايج، تقعد معايا مدة طويلة باش الهواء ما يدخلش. هو واش اللي يضيع كي يدخل الهواء وكيكون تاني البقال ماهوش معقم. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم.